انت ماكش تبان بصح الموضوع هذا يستفادوا منه بزاف ناس، على بالي يستفادوا منه بزاف ناس. صح. انا واش قلت لك دوكا؟ قلت لك نديروا عمليه تاع الغده الدرقيه، صح، تاع نحو البواطر. انت قلت لي باللي احكي لي واش كنت تهضر دوكا سوا ومن بعد انا نفهمهم يسمعوا فينا. قلت لك عندي اختي كان كبير هكا اللي حتى طاحت وهلك في العمل الفقهي منه حتى طاحت. وبعد من ورا كي لحقته بقات مريضة، استعفات غير شوية عاودت تمرضت، عاودت يديروا لي شي. واش من الكونسير اللي جا تعمل؟ واش تاع الغدة؟ صح. عباك على نحاتو. قبل ما نكمل الفيديو سمحوا لي أشكر الراعي الرسمي للصفحة اللي وفرنا أجهزة قياس السكر كوبر سنس ذات الجودة الكورية وجهاز كارسنس اير الغني عن التعريف الذي يسمح بقياس السكر بدون وخز. شكرا كوبرليس. خاطر كان فيه كونسير على بها درت عملية، ماشي كي نحاتو اللي نخلق. الحاجة الثانية كاين بزاف ناس كيف نفس الحكاية. حنايا علاه نديروا عملية؟ نديروا العملية تاع الغدة الدرقية في 3 حالات. إما كاين حبات اللي راهم يفرزوا الهرمونات بزيادة، نمدوا لهم دواء باه نقصوا الهرمون، كي يتريكلا الهرمون تولي مليح نديروا له عملية باش نحو السبب تاع زيادة الهرمون، لأن زيادة ذلك الهرمون تأثر على القلب، العظم، 70 حاجة تسمى حكاية. حاجة ثانية وقتاش كي يكون الحالة تاعك يكبر مع الوقت، وخاصة يأثر على الأعضاء اللي مجاورينه. انت البحة هذيك زادت مرة على مرة تشرك، كي تبلع كي تكسر ودير مخدة كبيرة هكذا تحس عفسة مزيرة، كي دير هكا تتزير. خدرناها المرة اللي فاتت. صح. هذو الأعراض واش معناتها؟ معناتها راه الحجم تاع الحبة في حد ذاتها الحق وين راه يضغط على الأعضاء المجاورة. على بها قلت لك انا الافضل اننا دوكا نعايروا الحبه هذيك اللي راهي كبيره، هذيك اللي صار هذيك القلوزه هذيك اللي راهي كبيره، نعايروها. علاش نعايروها؟ باش نعرفوا قبل العمليه واش كاين. انا قلت لك باللي الشكل تاعها ما يخوفش، ما تخافش، ماشي عفسه اللي تشبه الكونسير، ما يشبهش الكونسير صراحه. دوكا نعايروه بصح حنا من باب الوقايه قبل ما نديروا العمليه. والعمليه ماشي لازم نديروها غدوه باينه، بصح نديروها هكذا باش ما نطولوش بزاف، مادام رانا في الوسع، مادام الحجم ماهوش كبير حتى وين ولا شغل يخنقك تاع الصاح ولا كاش حاجه. صح. كاين ناس اللي كي تقولوا انت دير الابره يقول لك ما نديرهاش خاطر وكان عندي كونسير تنشرو. كيف ما عندهاش معنى، على خاطر الابره هذه صغيره وتنحي الحاجه صغيره باش نعيروها برك. هذا ما كان تما. هذه صارلها شغل دوخ الحكايه هذه. عباك على خاطر بزاف ناس اللي تلمو يخافوا كلمه كونسير وهذه يبريفير ما يشوف بليس ما يسمي منه، غطي وخبي، ما عندهاش معنى. ماشي العمليه دارت لك الكونسير، كان عندك كونسير درنا لك عمليه، كاين فرق كبير. انا الروطه هذا خليني اسمع فوالا. وانت قاعد تبعد في الشوك، بعدت ها وين رحت؟ دور تعال وليت. صحيت. حبيت تغطي على معليش راه يقول لك مازال يصور. يقول لك كاين يسموها الحوري وكاين الغده الدرقيه وكاين الكواط، هما نفسهم ولا؟ حاج موسى الحاج وسميها كيما تحب انت. كيف شوف بكري في الدرجه تاعنا الكواطر هو الحقري، بالعربيه يسموه الحقري، بالفرنسي يسموه كواطر. وشنو الكواطر؟ هو زياده حجم الغده الدرقيه. الغده كي تكون نورمال نسموها غده درقيه، كي تكبر في الحجم نسموها حقري بالدارجه تاع بكري، وبالدارجه تاع دوكا نسموها كواطر. وبفرنسي كواطر. كلمه كواطر ماشي معناتها الهرمون زايد ولا هرمون ناقص، كلمه كواطر في الصح معناها الغده الدرقيه زايده في الحجم. هذا ما كان. ومن بعدها على تفصيل كل حاجه كيفها. بارك الله فيك. شكرا.